السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية أحب أتمنى لكم يوم سعيد. الحقيقة دايما أغرب من الخيال، علشان كده أبشع الأفلام وأشدها رعبا هتلاقيها مقتبسة من قصص حقيقية، وفيلمنا النهاردة مقتبس من أحداث حقيقية عن أغرب حالة تلبس شيطاني حصلت في مدريد أسبانيا في يوم ممطر سنة 1991. واحدة بتتصل بالشرطة وبتطلب النجدة وبتقول لهم هو جو، ومع وصول الشرطة بيحسوا ان في حضور شيطاني مرعب. بس قبل ده ب3 ايام بنتعرف على فيرونيكا اللي حياتها بسيطة جدا وعندها اختين توأم، لوسيا وايرين، واخوها الصغير انتونيتو، وتعتبر هي اللي مسؤولة عنهم لان والدتهم على طول شغال علشان تقدر توفر لهم المعيشة. بس بعد وفاة والدهم بنلاقي فيرونيكا مفتقدة والدها وبتبص لصوره القديمة وبتاخد واحدة معاها للمدرسة اللي تعتبر مدرسة دينية بتديرها الراهبات، وبتشرح لهم المدرسة ظاهرة كسوف الشمس اللي هتحصل في اليوم ده. وناس كتيرة في حضارات كتيرة بتعتقد ان الظلام بيحل على الارض وقت الكسوف، والقدماء كانوا بيقدموا اضاحي بشرية في اليوم ده لاستدعاء ارواح شريرة. وبنعرف ان المدرسة كلها هتطلع على اسطح المباني عشان يبصوا بصة على الكسوف. لكن في الوقت ده هتروح فيرونيكا مع روزا وديانا لقبو المدرسة علشان يعملوا جلسة استحضار ارواح باستخدام لوحة ويجا. وفي ظل من المدرسة كلها بيتوزع عليهم شرايط نيجاتيف عشان لحظة الكسوف ما تضرش عينيهم. كان فيرونيكا واصحابها بيحضروا لجلسة استحضار ارواح احبائهم اللي ماتوا، والتلاتة بيقفلوا عيونهم وبيحطوا صوابعهم على قعر الكوباية في محاولة للتواصل مع الارواح. لكن الكوباية بتتحرك والتلاتة بيترعبوا وبيسألوا الروح عن اسمها، وهي لو حابة تتواصل معاهم تحرك الكوباية وبتحركها فعلا. بس روزا وديانا بيشيلوا ايديهم، لكن فيرونيكا ما شالتش ايديها والكوباية فضلت تتحرك. وبيحطوا ايديهم تاني وبيسألوا عن اسم الروح، لكن الكوباية بتتحرك باستمرار وتلسع ايديهم ما عدا فيرونيكا. وبيحصل فعلا الكسوف وفيرونيكا ماسكة الكوباية، لكن الكوباية فجأة بتتكسر وتعورها ودمها ينزل على لوحة الويجا. وبتقلق عليها روزا وديانا جدا لانها مش بتتحرك، والشموع بتقع وتولع في كتيب الارشادات وبيضطروا يطفوها وبيقعدوا في الظلام الدامس. ولما بيولعوا الكشافات لقوا فيرونيكا مرمية وعمالة تمتم بكلام شبه مش مفهوم، وفجأة بيطلع منها صرخة شيطانية مرعبة وبيغمى عليها. ولما بتروح عيادة المدرسة الدكتورة مش بتلاقي سبب واضح للي حصل لها وبتنصحها ترتاح شوية. ولما بتروح تاخد اختها التوأم بتلاقي الاخت موتة بتبص عليها من فوق، هو ده اسم الشهرة بتاعها، لكنها بتبص عليها رغم ان هي كفيفة. ولما بيرجعوا للبيت بتدخل ايدتها وتلاقي لوحة الويجا مكسورة نصين وبتحطها هي وشنطتها فوق الدولاب. ولما بتخرج بتسمع صوت وبترجع تلاقي شنطتها واقعة على الأرض، وبتجرب تحطها تاني بس بيحصل نفس الموضوع، بتلاقيها واقعة على الأرض. أنا لو منها أقول تغور الشنطة أو في أحسن من راحة البال. وهما بيتعشوا إيد فيرونيكا بتقعد ترعش ومش قادرة تحط أكل في بقها وسط قلق إخواتها عليها. وفي الحمام بتكتشف وجود مخالب على جسمها وخلاص عقلها مش قادر يترجم اللي بيحصل، وبتتصل بصاحبتها روزا لكنها بتحاول تتجنبها. وهي بتحمي أخوها الصغير فجأة بتسمع صوت وتفتكر ان هو الاختين التوأم، بس لما بتخرج بتلاقيهم في حتة تانية خالص. ولما بتروح ناحية الصوت الكهرباء بتقعد ترعش وباب الأوضة فجأة بيتقفل وسط صريخ أنتونيتو اللي لما راحت له لقيته وسط مية سخنة حرقت له جلد. وهي بتغسل المواعين بتلاحظ ان التلفزيون اشتغل لوحده، لكن لما راحت تطفيه بنشوف ان في كيان ما واقف وراه. دلوقتي انا اتأكدت ان في شيطان فعلا. وهي نايمة فجأة باب الدولاب بيتفتح وصوت بينادي عليها وبيتضح ان هو والدها الميت، لكن فجأة الروح بتسحبها للسرير وتكتفها تماما وسط صريخ منها. وبتقرب منها الروح وتمد ايديها ناحية بقها، لكنها فجأة بتصحى وكأنه كابوس، لكنها حست بكل حاجة فعلا. وفي المدرسة صاحباتها بعدوا عنها وبتروح للأب ويمكن تلاقي إجابة للي بيحصل لها، لكن هناك بتشوف الأخت موتة اللي بتحذرها من اللي عملته وهزقتها عشان لعبت مع حاجة ما بتفهمهاش، وقالت لها لازم تحمي اخواتك لأن في روح شريرة ماشية
معاكي دلوقتي. وبتحاول الاخت موتا تطرد الروح الشريرة لكنها مش قوية كفاية. ولما بترجع فيرونيكا البيت بترسم رموز حماية عشان تحميهم، وبتتواصل مع اختها باللاسلكي وبتشوف الكيان الاسود في اوضة اختها وبتجري عشان تلحقها. والروح بتخنق لوسيا، لكن لوسيا بتصحى بتقول ان فيرونيكا هي اللي كانت بتخنقها، وبالليل بتحلم بيهم وهم بياكلوها. لكن رغم واقعية ده بالنسبة لها بتصحى وتكتشف ان هو كابوس. وهي بتنظف السرير بتكتشف ان المرتبة من تحت محروقة، وبتروح على سراير اخواتها وبتلاقيها برضو محروقة من تحت على شكل بشري. وبتجري على الاخت موتا وتقول لها الحقيني. اللي بتقول لها الحقك ازاي؟ انا حرقت عينيا بنفسي عشان ابطل اشوف الارواح، ما كنتش اعرف ان انا هفضل اشوفهم بطريقة تانية. لكن بتقول لها ان الروح لازم ترجع من نفس الباب اللي دخلت منه، وان هي لازم تصلح غلطتها. وبتجري على روزا علشان يعملوا جلسة تانية لكنها وسط حفلة وبتتجاهلها. وبتدخل تدور على ديانا زي المجنونة، واول ما بتلاقيها بتزقها وتقول لها ابعدي عني. وبيطلعوها بره وبنعرف انها همست لروزا وقالت لها انها هتموت النهارده. والكلام ده بيدخلها في صدمة كبيرة وشعور بالوحدة والرعب، شعور موحش. وبتشوف نفسها اتنين عكس عكاس. وبتروح لأمها تترجاها تخلي اخواتها معاها النهارده، لكنها بتقول لها مش هينفع انا ورايا شغل. ولما بترجع بيهم بتقول لهم على جلسة الارواح وانهم هيبقوا معاها فيها. وبتطلب من انتونيتو اللي هو الطفل الصغير يرسم رمز حماية في البيت كله، اللي بدل ما يرسم رمز الحماية رسم رمز الدعوة اللي هو تعالي ارواح في مكان. وبيتجمعوا لبدء الجلسة كلهم ما عدا انتونيتو، وبيحطوا ايديهم على لوحة الويجا وبيأمروا الروح ان هي تمشي، لكن الروح بترفض ده. وبتقرا فيرونيكا في الكتيب الارشادات ان هما لازم يغنوا اغنية للروح، وبيبدأوا فعلا يغنوا امشي يا روح امشي يا روح. لكن بيسمعوا صوت تخبيط جامد في الشقة، بتنطفي الشموع وبتتكسر لوحة الويجا نصين، وبتقع الكوباية وتتدحرج وتمشي. وبتمشي وراها فيرونيكا لحد ما وصلت لأوضة النوم. وفجأة الروح بتطلع من المرتبة وتمسك في فيرونيكا اللي بتحاول ترفصها وتهرب. وأول ما بتفلفص منها بتجري تتصل بالنجم، لكن الروح بتسحب أخوها الصغير وبتجري علشان تنقذه، لكن بتقع وتفقد الوعي. ولما بتفوق بتلاقي الواد قدامها وبتشيله وبيهربوا كلهم. وبتشوف أمها عربيات الشرطة رايحة ناحية بيتهم، وبدافع القلق على عيالها بتجري على البيت بسرعة. لكن لما بييجوا يخرجوا من العمارة بتلاحظ في المراية إنها شايلة الهوا مش شايلة أنتونيت، بالتالي ما قدامهاش حل غير إنها ترجع تنقذ الواد. وأول ما بتوصل للحمام بتضربها الروح وتخبط راسها في المراية. ومسكت حتة إزاز مكسورة وهي شايفة أنتونيتو بيناديها من الدولاب، لكنه رفض يقرب منها لأنه هو خايف منها. ولما بصت في المراية أدركت الحقيقة المرة إنها خلاص فقدت السيطرة على جسمها وعقلها، وبقت خلاص تحت رحمة الروح. وبتحاول تخلص نفسها من العذاب، لكن الروح فجأة بتمسكها ووقفتها وحطت ايديها في بقها. ولما بتوصل الشرطة بتلاقي فيرونيكا تحت رحمة قوة غريبة ما هم مش شايفينها، وسط صدمة وذهول من اللي بيحصل. وبتقع فيرونيكا وتفقد الوعي. توصل للإسعاف وتاخدها هي وأنتونيتو. وأثناء ما الشرطة بتفتش البيت صورة فيرونيكا بتتحرق في لحظة. وفي نفس اللحظة دي الضابط تاني بيتصل بالشرطي ويبلغوا ان فيرونيكا ماتت خلاص. الفيلم ده مقتبس من احداث حقيقية حصلت بالفعل، ودي صورة فيرونيكا الحقيقية بس طبعا باسمها الحقيقي. والشرطي اللي بلغ عن الواقعة دي شهد في محاضر رسمية ان هو شاف فعلا قوة خارقة في البيت ده. واتنين من الشرطيين رجعوا وما قدروش يستحملوا ان هم يتواجدوا جوه البيت، وسابوا البيت ومشيوا من الرعب. وفيرونيكا ماتت في المستشفى في اليوم ده. والأرواح فضلت تطارد العائلة لحد ما سابوا البيت ومشوا. وفعلا لما سابوا البيت الأرواح ما راحتش وراه. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد أكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش أي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا إعجاب ومتابعة للصفحة، بس ما تخلوش أي فيديو أو أي فيلم يليكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.